كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعد نقله إلى المستشفى بعد سماعه نبأ وفاة نجل وديع، والذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة بعد أزمة صحية حادة. وقالت نضال الأحمدية: جورج وسوف أول ما تلقى خبر وفاة ابنه اتعرض لنوبة عصبية كبيرة ونقل إلى قسم الطوارئ، وبعدها لسه ما زال تحت المعاينة. وتابعت نضال الأحمدية: الدكاترة بتعمل الإجراءات اللازمة علشان يغيب عن الوعي لأنه مش قادر يتحمل الصدمة. الله لا يجرب حد ويصبر أهله وأمه اللي ما بتعرف عنها شيء ولا وين. وكان الصحفي اللبناني اللي مرحب قد أعلن عن خبر نقل الفنان جورج وسوف، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: سلطان طلب جورج وسوف ينقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابن وديع، الله يصبرك ويعطيك الصحة. وكان وديع جورج وسوف قد دخل مؤخرا لعملية تكميم معدة، وأصيب بمضاعفات خطيرة عقب إجراء الجراحة بأسبوع أدت إلى نزيف في حاد ونقله إلى أحد المستشفيات ودخوله العناية المركزة. وتدهورت الحالة الصحية لنجل جورج وسوف ثم توفى منذ قليل، كما أعلنت الصحف اللبنانية والإعلام اللبناني نشام.